السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيب محمد. ازيكم يا بنات؟ اهم حاجة اول ما تدخلوا كده تصلوا على النبي وتدعوا لابويا بالرحمة، يا رب ربنا يرحمه ويغفر له ذنوبه. هنا النهاردة هنعمل عجينة البيتزا، ونعمل بيتزا كده حاجة كده روعة ما شاء الله. هنا حطيت نص كيلو دقيق ومعلقة سكر صغيرة خالص ممسوحة ومعلقة ملح وشوية زعتر. وهنا حطيت كده باكو خميرة اللي هو تاج الملوك، ده جميل جدا جدا. اللي هو 30 جرام، هو على قد نص كيلو دقيق بالظبط. تمام، وهقلبهم كده تقليبة كويسة زي ما انتوا شايفين. بجد العجينة دي تحفة تحفة، والزعتر بيديها طعم جميل جدا جدا. هنا كده كنت غطا الزيت وقع مني غصب عني. هحط تلت كوباية زيت، يعني تلت ربع كوباية زيت، مش هكتر. وحطهم كده هنا زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحطيت هنا ميه، وممكن كمان تحطوا مع الميه زبادي او لبن رايب عشان يطر العجينه. تمام. هنا خلاص انا عجنت العجينه كويس كده. هغطيها الاسمر اللي فيها ده. عجنتها كويس كده. حطيت معلقه زبادي كانت عندي في التلاجة، بس الصراحه ما صورتهاش. وعجنتها وسيبها تستريح كده بجنب. وهنا في طاسه على النار حطيت كده شوية زيت، واحط هنا كده معايا صدر فرخة متقطع. مقطعاه كده شرايح زي ما انتوا شايفين، قطع صغيرة. وهحط بقى عشان اسوي الفراخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيب رسول الله. هنا كده خلاص. هنا هحط بقى كاري وكركم وبابريكا وبهارات فراخ وشوية توم بصل، توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسمر. دي هنا كده بهارات الفراخ. واحط البهارات، وكمان احط معلقه مستردة. المستردة بتدي طعم جميل جدا 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 للفراخ. اللهم بارك، يعني حاجه كده روعه ما شاء الله. واحط هنا صوص البابريكيو معلقه برضو، مش هكتر من كل حاجه، معلقه كده. وهقلبها كويس واوطي عليها، اسيبها تستوي لحد ما تستوي براحتها كده، عشان خاطر ما تبقاش نية في البيتزا. الصراحة انا بنزعج جدا جدا لما بطلب بيتزا، يعني اقل لما بطلبها من بره. بس الصراحة اخواتي يعني بيطلبوها. كانت ما بيطلبوها بلاقي الفراخ نية. وبلاقي كمان مرة كانوا طالبين واحدة بالجمبري، قسما بالله العظيم الجمبري كان ني ني خالص، يعني مش واخد حتى تشويحة ني. خلينا يومها نرجع والله العظيم. يلا. اهم حاجة ان احنا نعمل حاجتنا في البيت ونكون ضامنينها. فهنا كده جبت الثلاث صواني ودهنتهم زيت، وحطيت قسمت العجينة على 3. ومعايا هنا كده كانت الفراخ خلاص قربت تستوي بعد ما العجينة ارتاحت. وقبت كده قسمتها على 3 وهسيبها ترتاح برضو. هنا كده هعمل الصلصة. معايا طماطمايه ومعايا فص توم، 3 طماطميات وفص توم وبصلايه صغيره. هسيبهم كده يتسبكوا زي ما انتوا شايفين. وضربتها في الخلاط ورجعت حطيتها تاني تكمل سوا. يعني هما اخدوا غلوتين وبعد كده ضربتها في الخلاط. معلش ما جبتش المقطع ده، الكاميرا فصلت مني. احط كده معلقه بابريكيو، صوص البابريكيو، ومعلقه بابريكا وملح وشوية زعتر في الصلصة وفلفل اسمر. هنا كده فردت العجينة زي ما انتوا شايفين، وهغرزها بالشوكة على اساس ما تبقاش عاملة شبه العيش من جوه، لا تبقى العجينة واخدة راحتها كده ومستوية، وتطلع حاجة كده عظمة ما شاء الله. بجد يعني اسهل طريقة بيتزا في العالم. يعني انا عملتها كده وانا واقفة، ما اخدتش منه والله ساعة يعني، بالتخمير بكل حاجة. على ما عشان المطبخ كنت مدفية الفرن وكده، كنت بعمل كيك، فكان المطبخ دافي، فالعجينة ما شاء الله خمرت معايا على طول. وعلى ما العجينة خمرت كنت عملت الصلصة وعملت الفراخ، ما شاء الله ما اخدتش مني ساعة. وهنا كده خلاص غرستها بالشوكة. هنزل بالصلصة زي ما انتوا شايفين كده سخنة مولعة ملهلبة. ما شاء الله ريحة الصلصة جميلة جدا. والعجينة برضو عشان حطيت فيها معلقة زبادي، كانت ريحتها تحفة ما شاء الله. بألف هنا وشوف على اللي كل. وهنا كده هفرد الصلصة زي ما انتوا شايفين كده على البيتزاية.
وهاجي كده بقى احط رز الفراخ اللي احنا عايزينها. الصراحه احنا ما بنحبش بقى الزيتون ولا فلفل اخضر ولا فلفل الوان ولا اي حاجه ولا طماطم، هي بس الصلصه على العجينه والفراخ او اللحمه او الجمبري على حسب الحشوه ايه، وفوقها جبنه موتزاريلا. حتى ما بنحبش جبنه شيدر الصراحه. الجبنه الموتزاريلا في البيتزا بتطلع حاجه كده روعه زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك، يعني احلى من المحلات الف مره بجد. الكاميرا كانت ظلمها جدا، يعني شايفين الكاميرا الاضاءه عماله تطفي وتقيد. وعايزه اوريكم الجبنه سايحه. نوع الجبنه بتاع الموتزاريلا دي جبنه الحمد، بجد احسن وانضف نوع جربته هو جبنه الحمد. كنت جايباها اونلاين. وهنا زي ما انتوا شايفين كده بقى الموبايل وقع مني، ففتحت فض عجينه كده كنت سايباها في الطبق في جنب. عملتها ميني بيتزا زي ما انتوا شايفين العجينه هشه عامله ازاي من جوه. قسما بالله حاجه كده تحفه ومستويه من تحت ومن فوق. وشايفين ما شاء الله يعني العجينه واخده راحتها كده ومستويه. والحشوه عامله ازاي والجبنه بسم الله ما شاء الله بقى. الفنة تعالوا اتفضلوا معانا بقى حاجه كده على السريع ومكلفتنيش حاجه. كان عندي صدر الفرخه في الفريزر، وصراحة جبت بس هو نص كيلو الجبنة الموتزاريلا اللي جبته، لا انما العجين والخميرة والفرخة عندي في البيت. نص كيلو ب25 جنيه. وعملت احلى 3 بيتزات، وعملت كمان ميني بيتزا يجي 6 همت ولا 7. وميني بيتزا مش كبيرة مش صغيرة قوي، يعني زي ما انتوا شايفين كده حجمها عامل ازاي. شايفين اللهم بارك، والله كأني جايباها من بره، ولو من بره مش هتبقى بالجمال والحلاوة الطعمة دي. جربوها بالطريقة دي وان شاء الله هتدعولي. وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتدعوا لبابا بالرحمة.